السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذه المحاضرة الرابعة من محاضرات دورة الويندوز. طبعا يا اخواتي، انتوا لو فاكرين احنا في المحاضرة السابقة اتكلمنا عن السطرين اللي فوق، السطر الخامس والسادس، او بمعنى اصح السطر الاولاني من فوق والتاني، او السطر الخامس من تحت والسادس، اللي هو السطر الخامس اللي هو كان فيه الزال والواحد والكلام ده، اللي هو بمعنى صح بيتصنف عندنا اللي هو السطر التاني من فوق. واتكلمنا برضو عن السطر وشرحنا برضو السطر الاول اللي هو من فوق برضو، واللي فيه هو الاسكيب والافيهات، وبيسمى عندنا اللي هو السطر السادس من تحت. واتكلمنا كمان عن الاسهم، شرحناهم برضو الاسهم بالتفصيل الممل. طيب النهارده ان شاء الله باذن الله من الشيء الله تعالى هنشرح اللوحه الرقميه. يبقى النهارده يا اخواتي هنشرح في هذه المحاضره هنشرح اللوحه الرقميه. عايز افكركم بحاجه بس قبل ما نبدا، ما تنسوش الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يلا بينا نبدا على الشرح بتاعنا على طول علشان ما نطولش على حضراتكم. هنبدا نشرح اول زرار في السطر الاول من تحت، وهو الصفر او زيرو. صفر اهو صفر يبقى يا شباب اول زرار في السطر الاولاني من تحت على ايديكم الشمال وهو صفر او زيرو. صفر صفر طيب يمين الصفر او الزيرو يا اخواتي وهو نقطة او بريوت او دوت. صفر دوت اهو بصوا، دوت يبقى يا اخواتي يمين الصفر اللي هو الزيرو يعني نقطة او بريوت او دوت. دوت دوت طيب يمين النقطة يا شباب اللي هي البريوت، اللي هي البريوت او الدوت. يمين النقطة يا شباب اللي هي البريوت او الدوت كده، اللي هو زرار الانتر اهو، بس طبعا ما بيتكلمش. يبقى يا شباب يمين النقطة اللي هي البريوت او الدوت انتر اهو، انتر. هتلاقوا زرار كبير واخد السطر الاولاني واخد السطر التاني. واحنا عندنا في اللوحة الرقمية الانتر ما بينطقش، مش عارف كده. طيب تمام، ننتقل الآن إلى أول زرار في السطر الثاني في هذه اللوحة الرقمية، وهو بيسمى عندنا زرار الواحد أو 1. واحد واحد يبقى يا شباب أول زرار في السطر الثاني من تحت على إيدينا أو على إيدينا الشمال، وهو بيسمى عندنا 1 أو 1. واحد يبقى يا شباب أول زرار في السطر الثاني من تحت على إيدينا الشمال وهو زرار الواحد أو 1. طيب يمين الواحد يا اخواتي زرار الاثنين او 2. اثنان يمين الواحد يا اخواتي زرار الاثنين او 2. اثنان طيب يمين رقم 2 اللي هو 2، رقم 3 او 3. ثلاثة يمين رقم 2 اللي هو 2، 3 او 3. ثلاثة يمين 3 يا شباب اللي هو ال 3 انتر. مليار يمين الثلاثة انتر. طيب تمام، ننتقل الآن إلى أول زرار في السطر الثالث من تحت على إيديكم الشمال وهو 4 أو 4. أربعة يبقى يا إخواتي أول زرار في السطر واحد اتنين اللي هو في السطر، أول زرار في السطر الثالث، معلش بقى مش الرابع، لأ، أول زرار في السطر الثالث من تحت على إيديكم الشمال وهو زرار الأربعة أو 4، أو بمعنى صح رقم 4 أو رقم 4. أربعة طيب يمين الأربعة رقم 5. خمسة يمين رقم 5 اللي هو 5 رقم 6 أو 6. ستة يمين رقم 6 أو 6 زائد أربعة بلس أو بلس. يبقى يا شباب يمين زرار الستة اللي هو 6 زائد أو بلس أهو، زائد أو بلس. طيب ننتقل الآن إلى أول زرار في السطر الرابع من تحت على إيديكم الشمال وهو رقم 7 أو 7. سبعة يبقى تاني يا اخواتي اول زرار في السطر الرابع من تحت على ايديكم الشمال وهو رقم 7 او 6 او 7. سبعة يبقى 7 او 7. يبقى اول زرار في السطر الرابع من تحت على ايديكم الشمال وهو رقم 7 او رقم 7. سبعة يمين رقم 7 اللي هو رقم 7 رقم 8 او رقم 8. ثمانية يمين رقم 7 اللي هو رقم 7 رقم 8 او رقم 8. انا بقول لكم بالعربي وبالانجلش يا شباب عشان الناس تبقى فاهمه معايا الدنيا
ماشيه ازاي؟ 8 يمين رقم 8 اللي هو ال8، رقم 9 او 9. 9 يمين رقم 8 اللي هو رقم ال8، رقم 9 او رقم 9. 9 يمين رقم 9 يا شباب اللي هو رقم 9، زائد او بلس. 7 plus يمين رقم 9 يا شباب اللي هو رقم 9، يمين رقم 9 اللي هو رقم 9 اللي هو زرار البلس او الزائد. plus اللي هو يمين رقم 9 اللي هو رقم 9 عندنا باللغة الإنجليزية يمينه زرار الزائد أو باللغة الإنجليزية بلس. plus يبقى يا شباب يمين رقم 9 اللي هو رقم اللي هو بالإنجليش بيتسمى عندنا رقم 9، يمينه زرار الزائد أو بالإنجليش بيسمى عندنا زرار الزائد بالإنجليش وهو زرار البلس plus أو بلس. plus طيب ننتقل الآن إلى أول زرار في السطر الخامس من تحت على إيديكم اليمين وهو شرطة أو داش. dash يبقى يا شباب أول زرار في السطر الخامس من تحت على إيديكم اليمين وهو شرطة أو داش. dash طيب يمين الشرطة يا شباب اللي هي الداش نجمة أو ستار. star يبقى يا شباب يمين زرار الشرطة اللي هو الداش نجمة أو ستار. star طيب يمين زرار النجمة اللي هو الستار زرار القاطعة أو السلاش. slash يمين زرار النجمة اللي هو السلاش زرار القاطعة أو باللغة الإنجليزية سلاش. slash يبقى يا شباب يمين زرار النجمة اللي هو الستار قاطعة أو بالإنجليش اسمها عندنا قاطعة، اسمها عندنا بالإنجليش سلاش. slash ودي يا شباب القاطعة العادية دي مش الخلفية، يبقى دي القاطعة العادية اللي عندنا في اللوحة الرقمية مش الخلفية، ودي بتسمى عندنا باللغة الإنجليزية سلاش. يبقى يمين زرار النجمة اللي هو داش لا معلش يا جماعة، يمين زرار النجمة اللي هو بيسمى عندنا بالإنجليش ستار قاطعة أو سلاش. slash طيب يمين قصدي شمال شمال الزرار القاطع اللي هو السلاش نوم لوك. وطبعا انت لو دوست عليه مره هيقول لك نوم لوك اون يعني كده اللوحه شغاله، لو دوست عليه مره ثانيه هيقول لك نوم لوك اوف يعني كده اللوحه مقفوله. ولما نكون عايزين نكتب فيها حاجات ندوس عليه بنخليه نوم لوك اون عشان نقدر نكتب فيها اللي احنا عايزينه. ولكن لو احنا عايزين نقفلها خلاص خلصنا كتابه فيها فبندوس عليها مره ثانيه بيقول لك نوم لوك اوف فكده بتتقفل. numlock off كده اللوحه اتقفلت. هندوس تاني كده numlock on كده اشتغلت. يبقى ده زرار النيم لوك، ده بيسمى عندنا اللي هو النيم لوك، ده زرار التشغيل والتوقيف اللوحه. دوس عليه لما بندوس عليه مره بيقول لك نيم لوك اون كده اللوحه شغاله، لو دوسنا عليه مره ثانيه بيقول لك نيم لوك اوف كده اللوحه مقفوله. طيب هنراجع تاني يا شباب اللي هو السطر ده معلش عشان يعني انا حاسس الناس انتهت معايا شويه، حرصا على تركيزكم فانا هقوله لكم تاني. اول زرار في السطر الخامس من تحت على ايديكم اليمين وهو زرار الشرطه او الداش، يعني هو شرطه بالعربي وداش باللغه الانجليزيه. dash يبقى تاني page down moves the vertical معلش يا جماعه بس انا ايدي جت على الماوس فعشان كده. يبقى تاني يا جماعه اول زرار في السطر الخامس من تحت على ايديكم اليمين وهو زرار الشرطه او باللغه الانجليزيه داش. dash طيب يمين الشرطه اللي هو الداش نجمه او باللغه الانجليزيه ستار. star طيب يبقى يا شباب يمين الشرطة اللي هو الداش زرار النجمة أو أو الستار. يا star جماعة مش يمين شمال قصدي شمال شمال يا جماعة شمال معلش. يبقى شمال الشرطة زرار النجمة أو بالإنجليش ستار. star يبقى شمال الشرطة اللي هو بالإنجليش داش، شمال الشرطة يا شباب اللي هي داش زرار النجمة أو الستار. star طيب شمال زرار النجمة اللي هو باللغة الإنجليزية ستار قاطعة أو باللغة الإنجليزية سلاش. slash يبقى يا شباب شمال زرار النجمة اللي هو عندنا بالإنجليش اسمه ستار شماله هنلاقي زرار اسمه قاطعة أو باللغة الإنجليزية سلاش. slash ودي قاطعة عادية وليس قاطعة خلفية. يبقى في اللوحة الرقمية عندنا قاطعة عادية وليس قاطعة خلفية. طيب شمال القاطعة العادية اللي هي السلاش زرار النوم لوك، لو دوسنا عليه مرة هيقول لك نوم لوك اون كده اللوحة شغالة، ولو دوسنا عليه مرة ثانية هيقول لك نوم لوك اوف كده اللوحة مقفولة. يبقى شمال زرار القاطعة اللي هو باللغة الإنجليزية سلاش زرار النوم لوك، لو دوسنا عليه مرة هيقول لك نوم لوك اوف كده اللوحة مقفولة،
ولما يكون عايزين نشغلها عشان نكتب فيها اللي احنا عايزينه بندوس عليه مره ثانيه، بيقول لك نملك اون، كده اللوحه بتكون معانا شغاله ونقدر نكتب فيها اللي احنا عايزين نكتبه. بصوا Numlock off. كده اللوحه اتقفلت، Numlock on. كده اللوحه اشتغلت. هندوس عليه مره ثانيه، Numlock off. كده اللوحه اتقفلت. هندوس عليه مره ثانيه عشان نكتب فيها اللي احنا عايزين نكتبه، Numlock on. كده اللوحه اشتغلت معانا بكل سهوله بكل بساطه. طيب هنقفلها تاني معلش عشان احنا كده خلصنا اللي احنا عايزينه اصلا اهو. نقفلها تاني، Numlock off. كده اللوحه اتقفلت معانا. ولما نكون عايزين نشغلها بندوس عليه مره ثانيه، بيقول لك تملك اون، كده بتكون اللوحه شغاله معانا بكل سهوله بكل بساطه. طيب يا عصام، هو احنا بنستفاد ايه من اللوحه الرقميه دي؟ يا شباب اللوحه الرقميه دي خاصه بالاعداد الكبيره. يعني لما تكون ان شاء الله كده مهندس، او لما تيجي مثلا تحسب حسابات كتيره او كده، ابقى احسبها في اللوحه الرقميه دي، لان اللوحه الرقميه دي اللي عاملينها مخصصينها للارقام الكبيره او للاعداد الكبيره او للحسابات الكتيره. يعني انت لو هتحسب 100 او 200 او 500 احسبهم في اللوحه العاديه عادي، اللي هي في السطر بتاع الزائد ده. يعني لما يكونوا هتحسبوا مثلا 100 او 200 او 500 والكلام ده، احسبوها في السطر بتاع الزائد ده. لكن لو هتحسبوا ملايين او مليارات او الافات كبيره، احسبوها هنا في اللوحه الرقميه. اللوحه الرقميه دي بتسهل عليكم الحسابات وبتسهل عليكم الاعداد، وبتبقى يعني فيها الدنيا سهله، وبتبقى الدنيا فيها مظبوطه وكويسه يعني بصراحه. فاللوحه الرقميه دي يا شباب مخصصه للاعداد الكبيره وللحسابات الكبيره والكتيره. اتمنى تكونوا فهمتوني صح، ولا اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. قبل ما ننهي المحاضره عايز اقول لكم عن حاجه بس كده يا اخواتي. لو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او اي مشكله، او لو اي حد عايز يسالني على اي حاجه تخص التكنولوجيا عامه، اذا كان موبايلات اندرويد او كمبيوترات او اي حاجه عامه، او اي حد برضه مش فاهم حاجه في المحاضره دي او عايز يسالني عن اي حاجه تخص المحاضره دي، يقدر يكتب سؤال او استفساره في التعليقات بتاعت الفيديو، وانا ان شاء الله اول ما اشوف تعليقاتكم كلها هرد عليكم بالتفصيل الممل. قبل ما ننهي المحاضره حابب اشكركم على حسن استماعكم، واتمنى تكونوا انتم استفدتوا من هذه المحاضره، واتمنى لكم دايما الافاده والتوفيق والنجاح في حياتكم. وكان معكم اخوكم عصام عبد رب النبي، وشكرا للجميع.